ازاي بشتري منتجات من علي اكسبريس والفيزا البنكيه واقفه؟ ببساطه انا بحول فلوسي من فودافون كاش لدولار عن طريق تطبيق اسمه رودت باي، فبتعمل عليه فيزا افتراضيه، يعني مش فيزا تمسكها في ايدك، وبتشتري الفيزا دي ب 10 دولار وبتقعد معاك 3 سنين، ورابط تسجيل التطبيق تحت في الوصف، وهتاخد 5 دولار هديه. طب دلوقتي ازاي اضيف دولارات على التطبيق ده؟ اسهل طريقه بستخدمها بتعامل مع موقع وسيط، يعني انا ببعت له فلوس بالجنيه المصري وهو بيحولها لي دولار على اي تطبيق، والموقع ده شغال من 2020، يعني ما تقلقش ان هو ينصب عليه. فاول حاجه هعملها هدوس على الثلاث شروط اللي فوق عشان اسجل حساب جديد، وبعدين هدوس على كلمه اكونت، وبعدين هختار كرييت اكونت، وهتبتدي تملى البيانات بتاعتك وتدوس على كلمه سبميت، وهنا عايزنا نكمل بقيه البيانات، واخر 4 خانات اكتب فيهم اي حاجه مش مهم، وكده الحساب فتح معايا. وعشان ابتدي احول فلوس هدوس على كلمه اكستشينج ناو، واول سؤال بيقول لي هبعت فلوس ازاي للموقع. انا عن نفسي هختار فودافون كاش، وهنلاقي هنا اقل مبلغ اقدر احوله 70 جنيه واقصى مبلغ 20000 جنيه، والكلام ده بيكون في العمليه الواحده. وهنا بقى بيقول لي عايز تستلم الفلوس على انهي تطبيق، فانت عندك تطبيق باينانس وباي بيت، لكن انا هختار تطبيق ريدو باي. وهنا بيقول لي ان هو يحسب لي الجنيه الواحد ب 2 سنت، يعني هو حاسب لي الدولار الواحد على 50 جنيه. ففي الخانه دي مثلا عايز اكتب ان انا احول للموقع 200 جنيه، فهو بيقول لي ان انا هستقبل 4 دولار و4 سنت على التطبيق، وهدوس على كلمه اكستشينج. هنا بقى كتب لي المبلغ النهائي اللي هيجي لي على التطبيق 3 دولار 79 سنت، وده عشان على اي عمليه تحويل للموقع بيخصم 25 سنت، يعني سواء هتحول للموقع 200 جنيه او حتى 2000 جنيه الرسوم ثابته. وهنا بقى في الخانه دي بيطلب مني اكتب رقم الاي دي بتاع تطبيق ريدو باي، فهخش دلوقتي على التطبيق وتدوس على علامه الحساب، وهتلاقي الاي دي اهو، خده كوبي، وبعد ما كتبته هتدوس على كلمه كونفيرم، وهنا بقى ظهر لي رقم فودافون كاش الخاص بالموقع، والمفروض دلوقتي احول عليه 200 جنيه فلوس واخد سكرين شوت من رساله التحويل. وفي الخانه دي بيقول لك اكتب رقم فودافون كاش اللي انا حولته منه فلوس للموقع، وبعد كده هرفق صوره مبلغ التحويل. وهنا بيقول لي العمليه بروسيسنج، يعني هي دلوقتي بتتراجع، فلو انت اول مره تستخدم الموقع هيجي لك مكالمه على رقم فودافون كاش اللي انت كتبته عشان ياكد عليك عمليه التحويل ويقبل المعامله. وبعدها هنا العمليه اتقبلت وجالي اشعار على تطبيق ريدو باي ان انا استلمت 3 دولار 79 سنت، وادفع بقى اي حاجه بدون الفيزا وهتدعي لي.